لو وشك باهت ومفيهوش اي نضاره بالشكل ده، اوعي تروحي تستخدمي سيرم او اقراص فيتامين سي قبل ما تشوفي الفيديو ده للاخر. بشرتنا مرايه لجسمنا، اي حاجه على وشنا بيكون ليها سبب. ممكن السبب يكون ستريس، ضغط نفسي، قله نوم، سهر، تغذيه كمان ليها دور. فتره مش كبيره قوي وشي كان مرهق جدا لدرجه ان كان كل اللي يشوفني يسالني. انتي مالك؟ انت شكلك تعبان قوي. في الحقيقة أنا عمري ما فكرت إن هي ممكن تكون مشكلة في التغذية بتاعتي، لأن أنا على طول كنت باخد مالتي فيتامينز، وكمان كنت مهتمة بالسكين كير بتاعي. السكين كير مهم جدا طبعا، بس الأهم هو ان احنا لازم نعرف سبب المشكله عشان نعرف نحلها صح. على فكره كنت باخد برضو اقراص فيتامين سي، بالمناسبه طلعت لي حبوب كتير جدا، استخدمتها ووقفتها على 3 مرات، وفي كل مره كانت بتطلع لي حبوب كتير. ولكن لما عملت التحاليل اللازمه اكتشفت ان انا عندي نقص كبير في الحديد، وكمان عندي مشكله في امتصاص الحديد. وكان اكياس اللاكتوفيرين كفيله ان هي تحل لي المشكله دي. كان الفرق واضح جدا بعد اول شهر استخدام. كان كل اللي يشوفني يسالني انت عملتي ايه؟ الفرق واضح جدا. انا عاوزه اقوله ان كل مشكله وبيكون ليها سبب، وممكن يكون حلها ابسط مما نتخيل واحنا مش عارفين. فبلاش نجري ورا كل ترند بيقول ان المشكله دي حلها كذا، لان ممكن تكون الاسباب مختلفه، وبالتالي الحلول برضو هتكون مختلفه.